العقل يا صديقي، العقل زي ما هو بيخلينا قادرين نتحرك ونعيش، هو برضو اللي بيفصل ما بين العالم بتاعنا وبين اي عالم اخر فيه كائنات حية اخرى بس غير البني ادمين. بقولك ده ليه؟ بقولك علشان تفرق معايا ما بين المعرفة وما بين المقدرة. لو بنتكلم عن المقدرة في مفهومها العادي، فإنك هل تقدر ولا ما تقدرش، يا سيدي قبل ما ناخد وندي مع بعض أنا موافق إنك تقدر وتقدر تعمل حاجات كتيرة. بس أنا هنا بقى إيه اللي بيكنترول المقدرة دي؟ هو المعرفة، العقل. يعني إيه؟ إيه الفرق ما بين المقدرة والمعرفة؟ المفهوم السطحي في المقدرة زي ما قلت لك هو إنك تقدر تعمل أي حاجة. المفهوم السطحي تاني للمعرفة فهو انك تقدر تعرف تعمل كل حاجة. انما المفهوم العميق اللي انا النهاردة جاي اتكلم معاك فيه هو المعرفة اللي بتخليك تكنترول كل حاجة حواليك. يعني ايه؟ هل هعمل ده ولا مش هعمله؟ الموضوع ملوش علاقة بأنا اقدر اعمله ولا لا. انا متيم حرفيا بكل الاشياء تحل لي، ولكن ليست كل الاشياء توافق. ليه؟ لانه هو بيقول انا فاهم انك تقدر تعمل كل حاجة، ولكن هل ينفع؟ هل كل ده يتوافق معاك؟ لا. تعديك مثال، انا عندي مفتاح ده مفتاح ضعيف، بيفتح باب، بيفتح شانون، بيفتح درج، بيفتح اي حاجة. سؤالي ليك، هل المقدرة بتقول، لو احنا بنناقش فكرة المقدرة، هل انت النهاردة ما تقدرش تكسر المفتاح ده؟ ينفع تكسره طبعا. طب هل المعرفة او الكنترولينج، معرفتك انه المفتاح ده مهم، هل يخليك تكسره ولا لا؟ ده سؤال مهم قوي. لذلك هي المعرفة شغلانتها الكنترولينج. فلما اتكلم معاك في سيشن كوتشنج او في سيشن تريننج، بنبقى بنناقش الفكرة بتاعة المعرفة اكتر من فكرة المقدرة. ليه؟ لانه ببساطة لو احنا بنناقش فكرة المقدرة بيننا وبين بعض، فتعال اقول لك على حاجة. المقدرة يمكن ان تشترى، دي حقيقة. يمكن يا فندم، اللي انت مش قادر تعمله، اللي انت مش قادر تشيله، اللي انت مش قادر ترفعه، اللي انت مش قادر تكسره، ينفع تجيب حد يعمله لك. انما المعرفة يعني اولويات، يعني كنترولينج، يعني توقيت. المعرفة هي السلاح الاساسي، وهي الشيء اللي بيفصلنا عن باقي البشر اللي حوالينا. معرفتك بالشيء، ادراكك لابعاده، هل انت ينفع تعمل ده ولا لا؟ انا عندي مشكله مع الشركه اللي انا فيها النهارده، على سبيل المثال جلسه كوتشنج كانت موجوده عندي النهارده، فالكلاينت بتاعي بيقول لي والله انا عندي مشكله مع الشركه اللي انا فيها. فكرك ان انا ما اقدرش اسيبهم الصبح؟ والله ده انا اقدر اسيبهم ويقعوا في كذا وفي كذا وفي كذا. السؤال، هل لو احنا بنناقش المقدره هل هو ما يقدرش يسيبهم؟ لا يا فندم، يسيبهم عادي خالص. بس هل هو يعرف يسيبهم؟ وانا هنا مش بتكلم عن هل هو يعرف البروسيدرز بتاعه كتابة الاستقالة وانه يمشي. لا يا فندم، انا مش بناقش دي، انا بناقش هل هو يعرف يسيبهم من باب العائد الشهري بتاعه، الاقساط اللي عليه، وجوده في البيت، مشاريعه، احلامه، طموحاته. هي دي المعرفة اللي عايزك تفهمها. وهو ده اللي لما يبقى حد بيلعب عليك هتلاقيه بيلعب عليك من باب المقدرة. وهي دي المعرفة اللي احب ان انا ابقى انا وانت على نفس اللاين واحنا بنتكلم فيها. ليه؟ انا اثق فيك انك تقدر تعمل كل حاجة، ولكن يهمني قوي ان انت كمان تبقى فاهم انه مش كل حاجة ليها علاقة بالمقدرة. كل حاجة ليها علاقة بالاولويات، كل حاجة ليها علاقة بالالتزامات، كل حاجة ليها علاقة بالطموحات، بالبلان، بالتارجت اللي عندك. انما المقدرة اركنها على جنب، لانه زي ما قلت لك صدقني، لو المقدرة مش موجودة فينفع تتولد. لو المعرفة مش موجودة هيبقى فيها هنا خطورة بقى. ليه؟ لأنه لو انت مش عارف هيجي لك حد تاني عارف ويستخدم مقدرتك انت، لأنه في الوقت ده ما يلزموش معرفتك انت، أو هياخد جزء من معرفتك انت يحطها على معرفته هو، فيوصل بيها للتارجت بتاعه هو. اللي فات ده تقيل أنا عارف، بس فكر فيه مرة تانية. المقدرة صدقني لا تعني أي حاجة، المعرفة تعني كل حاجة. شكرا ليك، وقابلك في فيديو تاني. كنت معاك أنا أبو نوب سرور، أحب أشوفك مرة تانية. شكرا ليك.